زي ما قلت لكم، انا لما خدت قرار ان انا مش هبين شعري تاني من الطرحه، الكلام ده كان في شهر 6 وانا فرحي كان في شهر 10. انا من كتر اصلا ما انا كان عاجبني شكلي القديم ولفه طرحتي القديمه، برغم ان انا عارفه ان هي حرام وانا اصلا قررت ان انا اغيرها عشان هي حرام، بس انا مع ذلك انا عمري ما تخيلت او توقعت ان انا هلفها اصلا كده في فرحي. يعني انا حتى لما خدت القرار ده انا برضو كنت حاطه في بالي ان انا برضو في فرحي هلف لا نص حجاب، مفيش حاجه اسمها نص حجاب، بس انا كنت هلفها نص حجاب زي ما هو شائع وزي ما هو بيتقال، وما كانش عندي اي شك خالص ان انا هعمل اي حاجه غير كده. لان انا اصلا لما بصوا بقى الشيطان كان مصور للواحد ايه، انا من كتر ما انا وقتها الشيطان كان متملك مني، انا حتى لما كنت بشوف عروسه لابسه حجاب كامل كنت اقول ايه ده، يعني كان شكلها يبقى احلى، يعني هو يعني ده يوم، ده مره في العمر، فيها ايه يعني، لفه الحجاب الكامل وحشتها، يعني لو نص ده كان هيبقى احلى. سبحان الله، لحد ما لقيت ربنا هداني وربنا حبب قلبي وقرب قلبي ان انا لا انا هلبسها حجاب كامل في فرحي. انا برضو فكرت في ايه وقتها، حسيت ان انا كده هبقى متناقضه قوي ان انا ابقى خلاص خليتها حجاب كامل واجي يوم فرحي ان انا ابين شعري. وقتها كنت بقول لنفسي ما انا نفسي اتجوز الشخص، يعني نفسي اتجوز خطيبي اللي هو حاليا جوزي، فانا نفسي اتجوزه، فليه يبقى ربنا بيكرمني بحاجه انا بتمناها وحاجه انا عايزاها واجي يوم الفرح وهغضبه؟ طيب انا دلوقتي لو ربنا رزقني ببنت في المستقبل، لما اجي اعلمها ان هي لازم تلبس الحجاب، ما هي لما تشوف صورتي في الفرح انا مبينه جزء من شعري هتقولي طب ما انت عادي، ما انت اهو كنت بتبيني شعرك. انا وقتها هقنعها، هي كطفله بتاخد كل معلوماتها وما بتثقش في حد غيري ايه. المهم بقى عايزه اقول لكم ان انا الفتره دي سبحان الله، طبعا انا عشان كنت قربت اتجوز، فاي حد هو مخطوب حاليا وفي قلب السحله دي فهو هيبقى فاهم كلامي، او اي حد اتجوز اكيد مر بالمرحله دي فتبقوا فاهمين كلامي. انا الفتره دي كانت نفسيتي وحشه فيها جدا جدا جدا، وكنت طول الوقت بعيط، انا بعيط وانا ماشيه في الشارع، بعيط مع اصحابي في الشغل، بعيط قدام زمايلي غصب عني، لدرجه ان المدير بتاعي كان بيشوفني وانا بعيط. فانا بجد نفسيتي كانت وحشه جدا سبحان الله. وخلي بالكم انا ما خدتش بالي من الموضوع ده غير بعد ما اتجوزت ورجعت بقى لورا شويه، افتكرت ان انا سبحان الله اول ما خدت القرار ده والله العظيم انا حياتي كلها اتغيرت. انا كل المشاكل اللي كانت عندي وقتها في فتره الخطوبه كلها سبحان الله ما بقتش موجوده، اختفت. بعدها حسيت ان الحمد لله يا رب، الحمد لله ربنا، يعني الواحد بيقرب من ربنا خطوه سبحان الله، ربنا بيهديه، بيريح قلبه، بيحلله مشاكله، واحنا اصلا مش بنعمل حاجه هي كبيره او هي حاجه صعبه، لا ده هي حاجه فرض، حاجه ربنا امرنا بيها، ومع ذلك احنا لما بنعملها سبحان الله ربنا كريم بجد، الحمد لله ربنا كريم. عامه اهم حاجه في الموضوع رد فعل